التنسيق ده ما هوش قدر، التنسيق رزق. فالواحد لما يكون عنده اختيار واحد او اختيارين او ثلاثة ده يعتبر رزق. فالمفروض ان انت لما تيجي تختار ما بينهم بتشوف ان انا هدرس كام سنة، هتخرج درجة ايه، هتكلف، هيبقى عندي تكليف ووظيفة ولا لا، هعرف اطور من نفسي بعد كده واعمل دراسات تانية ولا لا، هعرف اسافر، ولما اسافر هسافر فين، وهل السفر ده هيبقى مرضي ليا ويعرف يأمن لي مستقبلي ومستقبل اسرتي ولا لا. دي اسمها او الذكاء في اختيار الحاجة المناسبة ليك. كونك ان انت بقى تختار مثلا حاجة عشان ان هو يتقال عليك انك انت مثلا دكتور مثلا، فالكلام ده والدماغ دي مش موجودة الا هنا. تمام؟ انت اما تعرف وتكبر وتسمع من، المفروض بقى مش هتستنى تكبر وتعرف، فانت المفروض احنا بنكلمك اهو عشان نقول لك الكلام ده، الفكر ده مش موجود بس الا هنا. احنا في اي مكان، في اي مكان المفروض ان احنا كلنا سواسية، ما فيش حاجة اسمها مستشار، ما فيش حاجة اسمها دكتور، كلنا بنكمل بعضنا وكل واحد له احترامه وليه مكانته في قلب المجتمع، سواسية مع بعضينا بنتعايش ومفيش اي مشكلة. الذكي اللي يعرف يأمن مستقبله ومستقبل اسرته ويعرف يعيش آمن مطمئن، هو ده الذكاء في الاختيار. لكن حتة ان انا هاخد دي عشان يتقال او عشان بابا عايز او عشان ماما عايزة، ده مش صح. المفروض ان احنا يبقى انت ذكي في اختيار الحاجة اللي قدامك، حط كل مميزات كل واحدة منهم وشوف هل ده مناسب ليك ولا لا، وده مش مناسب ولا لا.